بسم الله بديت وعلى سيدنا محمد صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. الوصفة اللي استوقفتني كتير جدا معرفتش أقول عنها إيه ولا إيه، عن بساطتها ولا عن جمالها ولا عن طعمتها ولا سهولتها. بصراحة في منتهى الجمال، حاجة كده طعامة السنين زي ما بيقولوا. بصوا بقى الوصفة دي، هي وصفة بتتعمل في مطاعم كتير جدا. نوع من أنواع المكرونة بتتعمل، بس عايزة أقول لكم سهلة جدا جدا. يعني انت لو سيدة عاملة وعايزة أكلة في الإنجاز يبقى هي الأكلة دي. لو انت طول الشهر كله جيتي في وقت انت عايزة تعملي أكلة سريعة تنجزي فيها، الأولاد جعانين عايزة حاجة سريعة سريعة وفي نفس الوقت تتاكل الأكل، يبقى هي الأكلة دي حاجة كده في منتهى الجمال. بصراحة أنا مكنتش متوقعة تطلع بالجمال والطعامة دي كلها. أنا مش هطول عليكم ويلا نبدأ الفيديو على طول. وقبل ما نبدأ يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسونوش في لايك وكومنت واشتراك في القناة لو عجبتكم قناتي أو عجبكم الفيديو. يلا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى. ويلا نبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. حلة على النار فيها مية تكون بتغلي، هنزل عليها الملح وبعد كده هنزل مكرونة الفرن اللي انتوا شايفينها دي، وهسيبها لحد لما تتسلق معايا. بعد كده هجيب في بولة وهبتدي ان انا انزل عليها لتر من الحليب. بعد كده هستخدم معايا عبوة من كيس البشاميل الجاهز، عارفينه ده طبعا اللي هو ماجي، بس عايزينه بطعم الجبنة، ده بيدي طعم جميل جدا وهو ده السر في الطعم الصينية بتاعتنا. هنزله على لتر الحليب وبعد كده هبتدي ان انا اقلبه بالشكل ده. طبعا انت لو عايزه تعملي البشاميل العادي في البيت مفيش اي مشكله، بس انا قصدي ده علشان بيدي طعم كده حلو جدا معاه. هاجي بقى هنزل اللي انا عملته ده في حله، وهبدا ان انا اخده واحطه على النار، بس النار تكون متوسطه كده هاديه، وابتدي كل وقت والتاني اقلب فيه. طبعا عندي المكرونه بتستوي زي ما انتم ما شايفين كده، احاول ان انا ابص كل وقت والتاني على المكرونه. احنا مش عايزين المكرونه تستوي بمعنى تستوي قوي، يعني عايزينها تعتبر مثلا 90% تسويه. تمام. انا سبتها لقيتها لسه ناشفه شويه فسبتها كمان حبه. هبتدي ان انا ابص على البشاميل بتاعي واقلبه كل وقت والتاني لحد ما احس ان البشاميل بتاعي ابتدى يتقل شويه. بصوا كده خلاص انا سبت المكرونه الحبتين دول، خدتها ان انا هصفيها خلاص كده. هبتدي بقى ان انا ابص البشاميل بتاعي تقل شويه وبقى كريمي خلاص كده. بصوا بقى في الوصفه بتاعتنا احنا هنستخدم الاستريبس اللي هو بيكون جاهز زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الشركات. بصوا كده انا مش هاخد من الكميه دي كميه كتيره، انا هاخد النص بالظبط. النص ده على فكره يعمل لي كتير قوي، يعني انا اعتبر ان انا زودت كمان على الصينيه. ودلوقتي ابتدي ان انا اقلي كميه الاستريبس كلها لحد لما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هصفيها واطلعها على منديل واسيبها لحد لما تتصفى من الزيت بتاعها. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اطبق الصينيه بتاعتي او اجمع المكونات كلها. بصوا بقى البشاميل بتاعي بقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احنا مش عايزينه يبقى تقيل، يعني عايزينه يبقى لحد ما خفيف شويه. تمام. هبدأ دلوقتي اخد كمية من البشاميل وهبتدي ان انا اضيفه على المكرونة بتاعتي، بحيث ان انا اعمل زي عملية ربط زي ما بعمل صينية المكرونة البشاميل عادي جدا. بصوا ضفت كمية البشاميل وهبتدي ان انا اقلبها مع المكرونة كويس جدا، احس ان هي كلها اختلطت بيها كلها. هبدأ بقى ان انا اجهز الصواني بتاعتي اللي انا هضيف فيها. بصوا بقى عايزه اقول لكم حاجه هنا، خطوه مهمه جدا. بصوا ان انتوا ممكن تجيبوا طواجن بايركس زي كده تضيفوا فيها، او ممكن تجيبي صينيه كامله تحطي فيها، بس انا عايزه اقول لك ان هي من اساسيات تقديم الطبق ده او الوصفه دي ان كل واحد يكون ليه الطبق بتاعه او الصينيه بتاعته الصغيره كده، تتقدم ليه هو لوحده خلاص. يعني لكل واحد ليه الطاجن بتاعته المنفصل. ممكن انت تعمليها في طواجن فخار، مفيش اي مشكله. الطواجن اللي هي بتبقى الصغيره دي بتبقى لذيذه جدا برضو. ممكن حاجه زي كده بايركس صغيره، او ممكن ان انت تضيفيها كمان اطباق اللي هي الفويل اللي هي الالومنيوم، يبقى لكل واحد الطبق بتاعه المنفصل ليه، كانها زي ما تكون حاجه جاهزه كده جايبينها من بره بالظبط. خلاص. ممكن انا حبيت ان انا اوريكم الطريقه دي، يعني لو انا حبيت ان انا اضيف في اطباق صغيره منفصله، او حبيت ان انا اضيف في صينيه بايركس كبيره شويه، ان انا اقطع كل واحد قطعه. عايزه اوريكم دي ودي الاتنين برضو هتطلع في منتهى الجمال، مفيش اي مشكله خالص. خلاص كده انا ضفت كميه المكرونه كلها وزعتها على الطواجن اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده هبتدي اضيف عليها نص كميه البشاميل، اوزعها عليها كويس جدا من على الجوانب وفي النص، بحيث ان انا احس ان الصوص البشاميل اخدها كلها.
خلاص هبتدي ان انا ارش كمان مجموعه كده من الميكس الجبن، يعني جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. عايزه تضيفي جبنه موتزاريلا بس مفيش اي مشكله، بس دي كلها بتبقى اطعمه وحاجات جميله جدا. طبعا الجبنه عشان تمط معانا وتدي كده حاجه من اللذاذه، الحاجه اللي احنا بنحبها. خلاص هاخد بقى قطع الستريبس اللي احنا حمرناها وهبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده بالمقص. خلاص على كل طبق او على كل صينيه زي ما انتم ما شايفين كده هقطع عليها قطع. طبعا اللي احنا بنشتريها من بره ما بيبقاش عليها الكميه اللي انا بضيفها دي خالص، يعني بتكون كلها ممكن قطعه او قطعه ونص هي اللي متقطعه عليها، مش اكتر من كده، يعني مجرد حاجه بس بتدي طعم مش اكتر، يعني فاهميني. بس انا طبعا لما انا حطيت نص الكميه اللي عندي، نص الكميه دي تعمل اكتر من كده. بس طبعا انا عاملاها لبيتي وعاملاها لولادي ولجوزي، فلازم بقى اعمل حاجه بقى حلوه بقى، حاجه تشرف يعني، فاهميني. بص انا خلصت الكميه كلها وقطعتها عليها بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اغطيهم بحاجه بسيطه جدا من صوص البشاميل. وبعد ما خلصت صوص البشاميل اللي حطيته عليه هبتدي انزل بقيه الكميه بتاعه الجبن اللي احنا عملناها، هرش عليه على السطح بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكميه اللي انا احطها من فوق للجبن تكون اكتر من الكميه اللي انا حطيتها في المنتصف. تمام كده. انا ضفت خلاص الكميه كلها بتاعت الجبنه، خلصتها كلها وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا جميله جدا من قبل ما ادخلها الفرن، على فكره سهله وبسيطه جدا زي ما انا ما قلت لكم. هاخدها بقى وادخلها الفرن رف يكون وسط كده، النار ما تكونش مرتفعه، تطلع بالجمال والطعمه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا اللون بتاعها دهبي ازاي. لو ما خدتش اللون الذهبي اثناء التسويه نحطها تحت الشوايه حاجه بسيطه. خدي بالك ما تنشفهاش قوي، لان احنا عايزين الصوص بتاعها نحس بيه، يعني نحس الصوص بتاع البشاميل كده موجود. وخدي بقى احلى طعم واحلى صوص بشاميل هتلاقيه موجود في الطاجن بتاعنا ده، حاجه كده في منتهى الجمال. صدقيني صدقيني حاجه هتعجبك جدا، انا عايزاكي ان انت تجربيها بامانه. انا عارفه انتوا بتثقوا فيا وبتنفذوا كل وصفه انا بنزلها، انا عايزاكم تجربوها دي كمان، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.